السلام عليكم. تصريح خطير من أحمد فتوح لاعب الزمالك يصفع به مرتضى منصور ويكشف المستور ويناشد النادي الأهلي. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ عطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بعد أن قرر رئيس الزمالك استبعاد أحمد فتوح لنهاية الموسم وتغريمه ماليا، فقد صرح أحمد فتوح وأدلى بتصريحات لقناة الشرق الإماراتية وقال: أنا لم أتمرد على الزمالك أبدا، وهذه ليست من أخلاقي، ولكن كل ما يحدث لي داخل الزمالك هو لأنني لم أجدد عقدي مع الزمالك، فهم استبعدوني من كل المباريات، وقالوا عني أنني أسهر مع فتيات وأيضا أشرب المخدرات، وهذا غير صحيح إطلاقا، فلقد شاهدتموني جميعا عندما كنت ألعب باستمرار، وكنت متألق مع المنتخب المصري في كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون، ولكن كل هذا أن مرتضى منصور خائف إني أروح النادي الأهلي. وسأله الصحفي: هل في مفاوضات بينك وبين إدارة النادي الأهلي؟ فقال له: أي لاعب في مصر يتمنى أن يلعب في النادي الأهلي، وبالفعل هناك مفاوضات بيني وبين النادي الأهلي، وأتمنى من النادي الأهلي أن ينهي هذه المفاوضات، لأنني لم أجدد مع نادي الزمالك ولن ألعب له مرة أخرى، وأتمنى الانضمام إلى النادي الأهلي، لأن الأهلي دائما يشارك في كأس العالم للأندية، وأكثر ما يحفزني أن الأهلي سيلعب في كأس العالم للأندية بالنسخة الجديدة بمشاركة الأندية الكبرى في أوروبا، وأيضا سيشارك في دور السوبر الإفريقي في نسخته الجديدة. فالزمالك دمر مسيرتي الكروية وشوه سمعتي بسبب حبي وعشقي للنادي الأهلي، ولقد سلطوا علي شيكابالا من أجل إجباري على التوقيع لنادي الزمالك، ولكن أنا رفضت تماما، لأن حلم حياتي أن ألعب إلى النادي الأهلي. وفي النهاية عزيزي المشاهد، هل أنت مع أو ضد انضمام أحمد فتوح إلى النادي الأهلي؟ شاركونا بآرائكم في خانة التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.